يدفع الأخطبوط بنفسه إلى الشاطئ حتى يلتقط السلاطين، وعليه أن يقهر فريسته ويأكلها بسرعة، فهو في صراع مع الوقت، لأن الحفرة السطحية التي يكون فيها سرعان ما سوف تصبح حارة، وسوف ينتهي الأكسجين الذي تحويه. سوف تمر ساعات قبل أن يحدث المد، ولكن الأخطبوط يعرف ذلك، وهو يعرف كيف يزحف إلى المياه. قابلية الأخطبوط على الحركة تمكنه من المتابعة حتى عند حصول الجزر، على عكس شقائق البحر التي تواجه خطر الجفاف. تحتمي الأسماك المهرجة في مجسات هذه الشقائق من أسماك الأخفس الضاري. إنها علاقة وطيدة جدا، ولكن عندما ينخفض مستوى المياه تخضع قوة إخلاص السمكة الصغيرة للامتحان. عادة لا تجف شقائق البحر، ولكن قد يؤدي الاعتدال الربيعي والضغط المرتفع إلى فترة من الجزر لسنوات عديدة. ومن الغريب أن السمكة المهرجة تبقى داخل شقائق البحر حيث كانت تطلب الأمان، ولكن مجسات هذه الأخيرة تصبح سجنا. سوف تبقى هذه الأسماك على قيد الحياة وتنتظر أن يفرج المد عنها، إلا إذا تنبه لها أحد الضواري. عند مصب مجرى النار تجتمع المفترسات البحرية وتنتظر المد الذي سيقذف بها إلى أشجار المنجروف. حتى القرش الحوت يقترب من الشاطئ، لأن رأس القناة غني بالطعام في هذه الفترة. يقلد فوج من سمك القنفذ حركة الحوت البطيئة، وهي شبيهة بحيوان بحري ضخم مؤلف من عدة قطع صغيرة. حتى الآن كانت تعيش في البحر في حماية الفوج، وقد تغير نمط الحياة هذا. عند المد سيتفرق الفوج، وكل سمكة قنفذ